اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا عملت فيديو قبل ده، عايزك تروح تتفرج عليه كويس جدا. وقلت لك ان في الفيديو ده ملخص الكلام ان اهم حاجه تختارها في البنت وهي اخلاقها، وان اخلاقها تكون كويسه جدا. واتكلمنا عن الموضوع ده باستفاضه كبيره. دلوقتي بقى نخش على النقطه الثانيه، وهي النقطه دي فيك انت. دلوقتي انا عايز اقول لك على حاجه بسيطه جدا. اوعى تروح تتقدم لعروسه او تخطب البنت اللي انت بتحبها او وات ايفر، سواء يعني كل علاقه وعلى حسب يعني. اوعى تروح تخطب وانت مش جاهز. ومش جاهز دي معناها ببساطه شديده ان شقتك مش جاهزه، عفشك مش جاهز، شغلانتك مش جاهزه، حالتك الماديه مش جاهزه. لو حاجه في الاربعه اللي انا قلتهم دول مش جاهزين ما تروحش احسن. ليه؟ لان انت هتحط نفسك في موقف احراج مش هيبقى لطيف. بصوا يا جماعه، البنات عموما عاطفيه. يعني البنت تيجي تقول لك ايه، كلم اهلي كلم اهلي كلم اهلي. لا، انت بص لحالتك الماديه. والله انت حالتك الماديه تسمح روح كلم اهلها. طب حالتي الماديه ما تسمحش، ما ترتبطش من اساسه. هقول لك على حاجه، الموضوع بيفرق من عروسه لعروسه. بمعنى يعني مش كل الاهالي ميه واحده، لا، ممكن تلاقي واحده اهلها ولاد حلال، ممكن تلاقي واحده اهلها ولاد حرام عادي جدا. فاهم؟ طب ليه تحط نفسك في الزوم ده؟ لا، انت وقت ما تكون جاهز انت بس شاور بصباعك على الواحده اللي انت عايزها، وهم كتار قوي على فكره. فهمت؟ يبقى الموضوع ببساطه شديده يعني، عشان بس ما نفرش ولا دور عليك، انا بحب اجيب لك الكلمه على الجاهز. لازم تروح تتقدم وانت جاهز. مش جاهز ما تروحش، ما تخطبش. وخد بالك، انا بيعجبني الراجل الذكي. بمعنى اوعى تطول في فتره الخطوبه، اوعى. مش عفان على فكره، بس هيمصوا دمك، هيمصوا دمك. هتيجي مواسم هتقعد تدفع. فالناصح اللي بيعمل ايه، يخطب شهر ويقوم متجوز، ده يبقى ذكي.